اليوم غنهضر لكم على واحد الفاجعة ما قديماش بزاف، جديدة على مدينة مكناس. فاجعة هزات مدينة مكناس ووصل الصدى ديالها للمغرب كامل. سكان مدينة مكناس وبالضبط سكان دوار ميكا غيعرفوا شنو وقع في هذا النهار، نهار العواشر ديال العيد الكبير اللي داز. جبدها من عند ميمونة يا حبيبتي، جبدها من عند ميمونة. انا جبدها من عند ميمونة وجبدها تا لبرا. كمان فين هو؟ نهار قبل العيد الكبير وبينما الناس كتوجد لهذا النهار الكبير عند الله تعالى، شابة جميلة في مقتبل العمر بحال كاع البنات خرجت تقضى حوايج العيد ليها ولخوتها، بحكم الفتاة كانت خدامة وكتعاون والديها. المهم البنت سهام خرجت تقضى وتجيب الحوايج اللي كانوا ناقصينها هي وخوتها، وفي نفس الوقت تجيب حوايجها من عند الخياط في شارع دوار ميكا وبالضبط مدينة مكناس. سهام كانت غادية هي وصاحبتها، شوية حسات بشي واحد تابعها وكيغوت في الشارع. صاحبتها كانت عندها نفس الملاحظة ونبهات صاحبتها سهام وقالت ليها سهام زربي شي واحد مورانا باغي يسرق لينا التليفون. بحكم سهام كانت يلاه شرات واحد الهاتف ايفون وكانت مسكينه مازال فرحتها به ما كملاتش. المهم بقاو كيزربوا، سهام دارت تشوف لقات واقف من موراها وهز موس كبير وشاقور، قال ليها جبدي التليفون ولا غادي ندبحك. سهام حاولت تهرب منه ولكن المجرم شدها من شعرها وجرها. بقات سهام كتغوت وكتطلب في الناس يعتقوها ولكن والو، حتى واحد ما تحرك. وهذا الشيء اللي ولينا كنستغربوه في هذا الوقت بالضبط. بنادم كيشوف خوه المسلم قدامه كيتآدى وكيجلس يتفرج فيه، وفوق من هذا الشيء كيجيب التليفون ويبقى كيصور، وحتى البوليس ما كيعيطوا لهمش حتى كيفوت الفوت. المهم وعلى حسب الاقوال الاخت ديالها سهام قدرت تهرب ولقات الباب ديال واحد الدار قدامها مفتوح، وبلا شعور مشات كتجري ودخلت عند دوك الناس وترجاتهم وهي كتطلب وكترغب يعتقوها من هذا الوحش الادمي. سدوا دوك الناس ديك الباب وخلاوها تما. جا المجرم وبدا كيضرب وكيهرس في ديك الباب، قال لهم يا غتجبدوها لي لهنا ولا غادي ندخل نذبحكم كاملين. وسط هاد التهديدات كامله دوك الناس خافوا، قالوا مع راسهم يقدر يدوز هاد الشيء والبوليس ما يدير والو ويرجع لينا مره اخرى، وديك الساعه شكون غادي يعتقنا منه؟ وفي لحظه فتحوا الباب ليه وخلاوه يجبد سهام. سهام الشابه الجميله اللي مازال طامعه تعيش حياتها ودير دارها ووليداتها. سهام كانت عندها الخطبه نهار ثالث عيد ولكن ما كتبش. مور ما خرج المجرم سهام من ديك الدار على حسب الاقوال الاب والاخت ديالها للصحافه، مور ما شاف الاب الجثه ديالها في مستودع الاموات قال بلي الضربه الاولى ضربها بالشاقور للانف ديالها مباشره، وضربه اخرى على مستوى الجانب الايمن، وضربه اخرى كانت قريبه للقلب، وهاد الضربه كانت كبيره بزاف وهي اللي سبات ليها الوفاه. المجرم ما اكتفاش غير بهاد الضربه هذه، ضربها ضربه اخرى على مستوى الارجل. المهم سهام مسكينه تكرفصات بزاف قبل الوفاه ديالها. هاد المجرم ما توقفش حد هنا، قتل بنت اخرى وضرب راجل اخر ضربه خطيره ولكن ما ماتش، عتقوه في اخر لحظه. المجرم كان هايج وكون ما تدخلوش رجال الشرطه في الوقت المناسب كنت تسبب في كارثه كبيره وازهاق عده ارواح بريئه ما كانت دايره لا بيديها لا برجليها، كتسنى العيد الكبير يجي باش يدوزوه مع احبابهم وعائلاتهم. وفي النهايه كنتمنى الشرطه تكون يقظه مع هاد المجرمين ويكون التدخل السريع والضرب بيد من حديد والحد من هاد السلوكات الاجراميه. هاد الشيء ولا غادي وكيزيد. اليوم سهام غدا غتكون شابه اخرى او احد افراد العائله ديالك ولا ديالي، ونتمنى من القضاء المغربي انه يطبق اقصى العقوبات للحد من هذه الظاهره اللي طغات على البلاد ديالنا.